السلام عليكم. نرحب بقطاع الدواء في المركز المصري للحق في الدواء. نرحب بالسادة الحضور من الإعلاميين وبعضهم جايين. النهارده بنناقش قضية خطيرة جدا جدا. من فترة المركز المصري عمل تقرير نقص هائل في أصناف الدواء في سوق المستشفى. واحنا بنرصد كده اكتشفنا حاجه خطيره، ان الشركه القابضه المنتجات بتاعتها تقريبا مش موجوده فيها. بخلاف ان منتجات الشركه القابضه تتميز بحاجتين مهمين. طبعا هي العمق الاستراتيجي بالنسبه للمريض المصري، تعمل له ادويه اكثر فعاليه، تعمل له ادويه بسعر مناسب. كنا سعداء الحظ جدا لما عثرنا او عرفنا ان احد مكاسب ثوره 25 يناير ان بدأوا العمال يهتموا بنفسهم، بدأوا يجمعوا بعضهم، بدأوا يتكاتفوا اكتر من الاول، بدأوا يتحدوا اكتر من الاول، بدأوا يعملوا كلمات تعبر عن مشاكلهم. بالضروره تبقى مشاكل متعلقه بالارباح والمرتبات والفوائد، لا ده كانت حاجه كويسه جدا انها بتعبر عن الانتاج وزيادته وفعاليته. النهارده امبارح كان فات سنه تقريبا، يعني حاجه مرور نمر بسرعه بيها، لكن ليها حكمه على الاستفتاء الدستوري. اللي كانوا بيقولوا للناس ان ده هيجيب الامن والامان وهيجيب زياده الانتاج وهيجيب كذا وكذا وكذا وكذا. امبارح والنهارده تقريبا كل مصر فيها اضرابات. تقريبا كل مصر فيها اضرابات. النهارده تقريبا في 18 محافظه فيها اضرابات. صناعة الدواء المصرية للأسف الشديد بعد 20 سنة من إطلاق إيد القطاع الخاص فيها قدر يستولى هذا القطاع على 75% من مكونات هذه الصناعة. بعضها بسبب وجوده ومنافسته، وجود التكنولوجيا العالية عنده، وجود الكوادر المدربة. بعضها وده اللي احنا قاعدين النهارده بسبب تقاعس أو تواطؤ الشركة القابضة او الشركات العامه اللي هي ادت كل كوادرها اللي بتشتغل عليها القطاع الخاص. في مشكله حقيقيه فعلا بالنسبه للمريض المصري متعلقه بفعاليه الدواء. كلنا نعرف قد ايه المريض المصري عنده مشكله في ثمن الدواء ذات نفسه. من ضمن مهام الشركه العامه او الشركه الخاصه او الشركات العامه انها هي العمق الاستراتيجي بتاع المريض المصري، انها بتوفر له دواء مناسب لحالته الاقتصاديه. لما الدواء ده يبقى مش موجود دلوقتي هناك خلل. عشان كده احنا النهارده جبنا الميديا وجبنا تحالف قطاع الدواء يشرحوا عداله مطالبهم للميديا، تحفظ بدون اي شيء خالص. عايزين نعرف من الاستاذ محمود المليجي رئيس التحالف القصه من اولها لاخرها. طبعا الساده الصحفيين لو عندهم اي استفسارات في اي موضوع متعلق هيبقى بعد ما نخلص ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا احنا بنشكر الدعوه الكريمه اللي وجهها لنا الاستاذ محمود فؤاد بصفه شخصيه والقائمين بالعمل هنا في المركز المصري للحق، علشان احنا تقريبا تلاقت الاهداف، فكان شاف هو انه من دوره انه يساندنا في توضيح مطالبنا او توضيح وجهه نظرنا للراي العام. تحالف العاملين بقطاع الدواء هو احد التحالفات الذي ولدت من رحم الثوره، وكانت الشرعيه الاساسيه هي شرعيه الميدان. تحالف قطاع الدواء تم نتيجه ان كل شركه لوحدها لما كانت بتقابل حاله من الفساد الموجود فيها كانت بتفشل او كانت بتقف في منتصف الطريق، لان يا اما الامواج عاليه قوي فما بيقدرش يكمل، يا اما لانه هو مش قوي كفايه عشان يوصل للهدف اللي هو عايزه. فمن هنا جت فكره ان احنا نتحالف، والتحالف هنا بيبص في مشاكل ال 11 شركه مع بعض. الشركات اللي هي شركه سيدي الادويه، شركه القاهره الادويه، شركه منفيس، اسكندريه، الشركه العربيه، شركه النيل، شركه النصر الكيماويات، شركه مصر المستعمرات، كل شركات انتاجيه. وعندنا شركه ثانيه شركه توزيع ادويه اللي هي الشركه المصريه لتجاره الادويه، وشركه كيماويات ومستلزمات طبيه اللي هي شركه الجمهوريه للادويه. وطبعا ما نسيناش ان عندنا شركه مهمه جدا اللي هي بتصنع العبوات الدوائيه اللي احنا بنشتغل فيها اللي هي شركه العبوات الدوائيه. فالتحالف هنا علشان يرصد كل المشاكل اللي يمر بيها القطاع
ويحاول يجد الطرق السليمه لحل. التحالف تم من الناس اللي هي الاعضاء العاملين في جميع شركات الدوله، مقامهم من 27,000 عضو. في كل موقف بنحاول نثبت فيه ان احنا واقفين ضد الفساد، احنا بنكون حريصين على ان عجله الانتاج ما تقفش. القاعده العماليه احرص على عدم وقوف عجله الانتاج من القيادات التي تتشدق بهذه الكلمه. عشان كده احنا كل مره وفي كل محفل من المحافل بنحضر باعداد رمزيه تمثل ال 11 شركه، يعني من اسكندريه لاسوان، علشان نقول ان احنا مع بعض. لكن لو هم عايزين يشوفوا ان التحالف ده عايزين يشوفوا 27,000 واحد واقفين مع بعض، ده ممكن وجايز، بس احنا احرص على عجله الانتاج. في البدايه احنا عندنا مشاكل عده بتواجهنا على المستوى العام. احنا اكتشفنا ان مش كل شركه ليها الجزء الخاص بيها، اكتشفنا ان شركاتنا كلها مجتمعه بتقابلها بنفس التحديات. واكتشفنا ان في هدف خفي بتلجأ ليه بعض القيادات علشان تداري نقطة مهمة جدا جدا، وهي انحصار الدواء المصري اللي بيمس المواطن المصري البسيط، وانا بنتجه في قطاع الاعمال العام في ال 11 شركة بسعر مناسب وفاعلية وامان، وبوصله للمواطن المصري البسيط علشان يدي فرصة للمنافس بتاع القطاع الخاص اللي بيستثمر في دم المواطن المصري مش في امواله بس. والنتائج على كده كتير. في اكتر من 200 صنف تم حجبهم عن السوق المصرية عنوا، وهذا مقصود لأسباب واهية جدا جدا جدا. في خطوط إنتاج على أعلى مستوى وصلت للشركات المصرية ولم يتم تشغيل بعض منها حتى تاريخه، وفي أقسام إنتاجية ذات فعالية عالية جدا جدا وتم إيقافها منذ 4 سنوات وحتى تاريخه. في أصول ثابتة بيتم التصرف فيها وبتفقد الميزانيات قوتها وبتتباع بالقيمة الدفترية، في مقابل ان انا اضعف ميزانية هذه الشركات. وكل ده مقصود بالتقارير الصادرة من الجهاز المركزي للمحاسبات والجهات الرقابية الأخرى. لصالح مين؟ افضل احصر او احجب الادوية اللي هي ذات المنتج ذات السعر البسيط في مقابل طرح ادوية بتوصل اضعاف وضعاف. في بعض القياسات اثبتت ان في ادوية قطاع خاص بديلة لادوية قطاع الاعمال بتوصل ل 18 ضعف الارقام. 18 ضعف ده المتوسط. 18 ضعف في سبيل ان اغلب الشعب المصري تحت خط الفقر، في سبيل ان كلنا بنتكلم في طبقه الاقتصاد فيها نمره 1 ونمره 2 ونمره 3. ده موضوع مهم جدا جدا. لان المنظومه الاساسيه في الفساد ده هي قيادات الشركه القابضه للادويه ممثله في الدكتور رئيس مجلس اداره الشركه القابضه للادويه ومعاونين اللي انتهجوا سياسات كان من شانها تدهور وتردي الاوضاع بقطاع الدواء اللي هو قطاع الاعمال العام في مقابل ازدهار القطاع الخاص. هنا برضو في نقطه جديره بالذكر، ان القطاع الخاص زي ما الاستاذ محمود ذكر قام على اكتاف كوادر. انا بقول لحضراتكم ان الكوادر دي بالكامل خرجت من شركات قطاع الاعمال العام. لو كنت استغلتها استغلال كويس سياسيا واجتماعيا واداريا كان ممكن اضع قطاع الاعمال العام بالنسبه للشركات دوت في الصداره. كان ممكن تكون الشركه القابضه لصناعه الادويه، شركه القابضه للادويه كانت في الصداره منها. كان ممكن انا اعتمد عليهم لان هم دول اللي عملوا الاصناف الجديده، هم دول اللي وقفوا الشركات على رجليها، وهم دول اصحاب المنافسه الحقيقيه. انما انا بنافس في ظل ظروف بيئيه سيئه جدا. اولا هو الراجل بيربط ايده ورجلي ويرميني في البحر ويقول لي طلع سمك. بيحجزني ان انا اقف في السوق الشرسه واليات السوق احنا كلنا عارفينها، بيعطل لي خطوط انتاج، بيقلل لي خامات، بينزل لي الدنيا، بيحبط لي العامل المصري، وفي الاخر يقول لي انا عايز منتج ينافس المنتج بتاع القطاع الخاص. انما لو في اليات حقيقيه ومنافسه عادله في السوق المصريه لكان وضع قطاع الاعمال العام في الصداره. لان انا عندي ميزه تنافسيه مش موجوده في القطاع الخاص. انا عندي لو قلنا ان الفاعليه واحده، وده براي الجهات الرقابيه الممثله في وزاره الصحه، ما بتقدرش تعتمد اي دواء الا اذا كانت فعاليته 100%. اذا قلت ان فعاليتي زي فعاليه القطاع الخاص، طب انا ببيع بارخص منه بمبالغ مهوله، انا ليه ما ببيعش وهو بيبيع؟ سؤال بديهي، البلد المفروض انها ناميه. المواطن المصري عايز حاجه رخيصه،
انا بوفر له الرخيص ومع ذلك ما بيشتروش، بيشتري الغالي. يبقى اذا في ايد خفيه هنا بتحاول تحجب هذا الرخيص مقابل ان الغالي ينزل. الرخيص ده نتيجه السياسات اللي بتنهجها وزاره شركه القمه، هو ده اللي بيأخر ان الغلاء والرخيص ينزل للمواطن المصري. في عده محاور. المحور الاول اللي هو تعطيل خطوط انتاج بعينها، البعض منها حديث جدا، يعد احدث خطوط انتاج موجوده في افريقيا وفي الشرق الاوسط وفي مصر، ولم يتم تشغيله حتى تاريخي بدون حاجه. مفيش حاجه، السبب صفر، مفيش حد هيقول سبب. خطوط انتاج بالكامل، مش منتج، خطوط انتاج بالكامل. والجهاز المركزي بيرصد الكلام ده في تقارير، والجهاز المركزي هو اعلى سلطه رقابيه في مصر. عشان كده ابتدي انا المنتج بتاعي ما بينزلش السوق. المنتج الرخيص ما نزلش السوق، ليه؟ لان خط الانتاج بتاعي واقف. في سبيل ان البديل شغال زي الفل زي الفل، ماشي معايا التراوح. عندي حته ثانيه اللي هي مهمه جدا، وزاره الصحه عندها احتياجات مهمه جدا جدا. لما انا ما بوفيش لوزاره الصحه احتياجاتها بالكامل من عندي، بيضطر يلجا للقطاع الخاص والقطاع الاستثماري. طب انا لو عندي سياسات سليمه 100% واتاحت فرصه ان انا انهض بهذا القطاع اللي احنا عملنا التحالف ده عشان كده، لو عندي هذه الفرصه انا هقدر انافس قطاع خاص وهوفي كل احتياجات وزاره الصحه بالكامل دون ان هو يخش على القطاع الخاص اللي ممكن يرهق ميزانيه وزاره الصحه. يعني الميزانيه دي مندفعه ضرائب كده كلنا. دي نقطه سياسيه مهمه جدا جدا. احنا كلنا كتحالف اجمعنا على قلب رجل واحد ان هناك ايدي خفيه تعبث في الظلام لاسقاط هذا القطاع ومحاوله التخلص منه في مقابل اتاحه الفرصه للقطاع الخاص. احنا كمصريين في المقام الاول وكعاملين وقاعده عماليه في قطاع الاعمال العام، احنا رفضنا ده وهنقف بشراسه ضد هذه المنظومه الفاسده علشان نرجع للقطاع الاعمال العام ريادته، وهنحطه في المقدمه ان شاء الله لانه بيمسنا كمواطنين في المقام الاول. احنا من ضمن الاهداف بتاعتنا هم 5 أو 7 اهداف احنا هنقولهم وهنسيب فرقه الشرق. احنا من اهدافنا تحقيق نهضه حقيقيه في قطاع الدواء ودفع عجله الانتاج عشان تعود بالنفع على المريض والمواطن المصري. الحفاظ على رياده الشركات الوطنيه ذات الملكيه العامه لهذه الصناعه والحد من سيطره راس المال وموافقه صناعه الدواء. الشركات القطاع الاعمال كانت بتوفي 65% من المنتجات اللي بيحتاجها السوق المصري. 65% من احتياجات المواطن المصري الحقيقي. لما جه يدي الفرصه خلال 20 سنه للقطاع الخاص، مع الاسف 80% من انتاج هذا القطاع هي منتجات بينتجها القطاع العام، ما ضافيش جديد، بدليل ان انا عندي عدد غريب جدا بضطر استورده من بره. كان الاحرى بيه انه عشان يوافق على ترخيص شركه جديده ان على الاقل يكون عنده مزيج منتجات مش موجوده في السوق المصري، لكن مع الاسف كلنا بننافس في منتج واحد او مجموعه منتجات متشابهه، فما فيش فرص تنافس. يعني احنا عندنا فائض كتير جدا في بعض الادويه ونقص كبير جدا بيقابلوه. يقول لي احنا ما بننتجش، احنا لو كان من الباب كان من الاحرى ان هم يعدلوا هذه السياسه. الشركات الوطنيه اللي احنا بننتمي اليها بتعد البعد الاستراتيجي الحقيقي للشعب المصري. لان انا العمود الفقري لاي نظام سياسي في مصر، في الازمات، في الحروب انا اللي وقفت جنبه، في الزلزال انا اللي وقفت جنبه، في الكوارث الطبيعيه، في الكوارث التي تلحق بالدول الشقيقه والدول القريبه والدول الصديقه. احنا اول ناس افتح يا عم مخازن الدواء، طلع طيارات بالكامل بيوزنها بالطن مش بالعلبه ولا بالعدد، بيوزن بالطن. هذه الادويه بالكامل انتاج الشركات الوطنيه. طب انت ليه مصر انك انت تعمل على تردي صناعه الدواء في الشركات الوطنيه؟ يبقى في عبث. العبث ده مرسوم في مخالفات جسيمه جدا جدا، في مستندات، في جهات، في طرق احنا بنحاول نلجأ ليها، اهمها ان احنا تعريف الاعلام بقضايانا. في طرق ثانيه اللي هي الوقفات الاحتجاجيه اللي احنا برضه بناخدها بشكل ممثل من بعض الاشخاص، والطرق القانونيه. بس مع الاسف وده للاعلام يعني في بعض القضايا تم رفعها على القيادات في الشركه القابضه، ولكن تم وقف تحقيقات فيها بشكل بلاغات. في كانت بتاعت كانت اشتغلت مرة واحدة التحقيق وقف بدون نبدا. واخد بال حضرتك؟ هندي لحضرتك كل المستندات وارقام المحاضر. واخد بال حضرتك؟
بداوا يعملوا حاجه ظريفه جدا جدا. الشركه دي ليها ظهير في الارض او ليها جزء مثلا من الاصول الثابته بيمثل في الاراضي. الاراضي دي ممكن تدعم ميزانيته وتوقفه على رجله، ياخد هذه الارض بالسعر الدفتري ويبيع. كارثه. ياخد الارض بالسعر الدفتري ويبيع. الارض شاريها سنه 70 بجنيه ولا بتاع، وبالقيمه الدفتريه يبقى كلام فارغ، وهي قيمتها السوقيه تساوي ملايين. ده ممكن تدعمني وتوقفني على رجلي من الصفر. انشئ شركات بالكامل دون ما اعمل لها دراسه جدوى، اهلاك الميزانيه عامه. شركات بالكامل من غير ما اعمل دراسات جدوى. انا المفروض لو هفتح محل بقاله بقول انا هستفيد ايه وهبيع بكام وهشتري بكام وهكسب كام، عشان كده انجح ولا ما انجحش. احنا ما عملناش ده وكاننا الاول بنبني وبعدين ندرس، مش بندرس وبعدين نبني. مفيش حد في الدنيا بيعمل الكلام ده مع الاسف. ده كل ده اتقال النتيجه طبعا طبعا. واخد بال حضرتك؟ بعض الحاجات المتناقضات اللي بتيجي على لسان القيادات في الشركه يقول لك ان كان في مثلا مجموعه حته ارض كبيره قوي هنعملها مدينه للدوله ابو زعل، ويرجع هو نفس القياده لو الدكتور مجدي حسن يقول ايه؟ المنطقه دي غير صالحه بيئيا، ومع ذلك يوم ان المصنع يتم تشييده في اسرع وقت وينقل العمال في اسرع وقت وتبقى شركه دوله. منطق مش مفهوم. ايه الدافع لكده؟ اصرف ملايين في حين ان الملايين دي في كل الشركات على فكره ملايين علشان اعمل له شركه جديده علشان اطور، في حين ان انا لو حطيتها لتطوير المكان القديم هيبقى احسن من الجديد بمراحل. يعني عندي بنيه اساسيه، عندي بنيه تحتيه، عندي حاجات كتير، عندي طرق، عندي ميه، عندي نور، عندي مرافق. المناطق الجديده كلها ما فيش الكلام ده، بفتقد فيها الكلام ده، فببتدي من الصفر. طب ليه؟ حتى لما عاد حصل انا في بعض الشركات تم البنى، ولما جم يدخلوا المكن لقوا المكن مش هينفع يخش، هدوا البنى، دخلوا المكن ورجعوا بنوا تاني. موضوع يبقى موضوع يعني وكانها اتكايه، يعني تصرف بمنطق الاتكايه اللي ما حدش فيها راضي عن عمل حاجه. منطق مش مفهوم. المفاجاه ان ما حدش بيساعد، ودي نقطه مهمه جدا. ما حدش بيغير، ما حدش بيسائل حد، ما حدش بيغير يقول القيادات دي انت بتتحاسبي ازاي؟ فين جت القيادات؟ التقارير بتاعت الجهاز المركزي كلها لم يعمل بها. البلاغات المقدمه ضد قيادات الشركه القابضه لم يعمل بها. فما كان من العاملين الشرفاء امثال الاخوه في القطاع الدواء كله ان هم اجتمعوا على قلب رجل واحد لابد من محاربه الفساد في القطاع. احنا مالناش مطالب شخصيه، لا عايزين فلوس ولا عايزين ادوات ولا عايزين نترقى ولا لا. احنا عايزين نحارب الفساد، لان احنا في مفهومنا الضيق جدا بيقول احنا لو حاربنا الفساد في ارضه 100% هيعود عليا بالنفع. سواء كمواطن في المقام الاول او سواء كعامل. لان انا في المقام الاول هيعود عليا كمواطن بسيط اللي انا بحارب عشانه. انا بحارب عشان المواطن المصري البسيط، انا المواطن المصري البسيط. انا العامل، انا اللي بدفع الضرائب، انا اللي بعمل النقطه بتاعتي. من هنا جت فكره ان احنا لازم يبقى في تحالف، لازم يكون في آلية، لازم يكون في تضافر للجهود. وبعض الناس كده هنعمل من هنا دعوه نطلقها على لسان حضراتكم. احنا قلنا احد الطرق ان احنا عايزين مثلا نقابل المهندس احمد السيد القائم باعمال وزير الاستثمار لقطاع الاعمال العام. هذا الرجل ورث تركة ثقيله مع الاسف، عشان نحط قدام عينيه ايه هي مشاكل القطاع وايه الطرق الممكنه لحلها. ايه مشاكل القطاع وايه الطرق اللي احنا ممكن بيها نحل هذه المشاكل. احنا بنوجه له دعوه من خلالكم ان هو يطلب وفد مننا يقعد معاه لمده ساعتين على الاقل ونشرح له فيها كل مشاكل القطاع وايه خلافنا مع القيادات اللي المفروض تتغير، اللي هو اول مطلب لينا ان هذه القيادات لابد تتغير. هي القيادات دي موجوده من كام سنه ولا لسه جديده؟ لا هي موجوده بقى لها 6 سنين. يعني انا اقصد بس ان ما بعد لكن السياسه مفيش تغيير. ما تمش تغيير يا بيه، ما فيش. لا ما حصلش تغيير. لا خالص. 2005 هو بدايه 2006 تقريبا مجدي حسن. لكن المقاولين دول واحد الافاعي ده بقى موجود في القبضه من زمان يعني. المستشارين والاعوان موجودين في القبضه من زمان. لكن هي الفكره دي برضو مفهوم التغيير اللي احنا بنطلبه هو تغيير سياسات مع القيادات. انا مش عايز اغير اشخاص، ما هو انا لو غيرت شخص المشكله ان احنا ماشيين على نهج. ما هو برضو احنا لما جينا قدمنا البلاغ ما قلناش دكتور مجدي حسن، ده راجل جاي بقى له 6 سنين، انا بقدم البلاغ في مجال الكوره من البدايه. ليه؟ لان السياسه واحده، النهج واحد، هو غير لي شخص. وكأن المراد بالتغيير